لو انت مؤجر شقتك، ايه يضمن لك حقك لو لا قدر الله المستأجر ما بيدفعش؟ تعال اقولك اجراء يخليك تسترد شقتك بعيدا عن المحاكم واجراءاتها الطويلة. وفي البداية عشان ما تفوتكش كل معلوماتنا القانونية، انزل اعمل لنا فولو سبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا. وبداية، عقد الإيجار اللي موجود في المكاتب ده إحنا كمحامين ما بنفضلوش وما بنشتغلش بيه لأنه بيبقى ضعيف. فتعالى أقول لك بعض البنود المهمة اللي لازم تضيفها في عقد الإيجار عشان تضمن حقك. فمن المهم يتم النص في العقد في حالة اللجوء للقضاء انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة، فالبند ده هيوفر علينا كتير من الوقت والإجراءات. كمان مهم جدا نضيف بند بينص على فسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة شهر دون الحاجة للإنذار أو اللجوء للقضاء. فالبنود دي بيكون لها تأثير قوي وبتحط المؤجر في موقف قوة. لكن لازم نوضح إن مع البنود السابقة دي لو امتنع المستأجر عن سداد الأجرة لن يحق للمؤجر طرده من تلقاء نفسه، ولكن وجب عليه اللجوء للقضاء. بس في طريقة بتسمح لك كمؤجر من استرداد شقتك بدون اللجوء للقضاء، وهي إنك تعمل في الشهر العقاري صيغة تنفيذية على العقد، فبيبقى بالظبط كأنك معاك حكم محكمة، وبتلجأ مباشرة لجهة التنفيذ واللي بتسلمك شقتك ولو بالقوة. العقد مش ورقة والسلام، العقد هو التزام. فلو ناوي تأجر شقتك احفظ الحلقة وشاركها مع أي حد بيأجر. ولو عجبك محتوانا واستفدت منه ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.